طبعا ما تدري بعض الناس هل هو فيهم حقد، أم قدوا فيهم ما ضعف إيمان، أم قدوا فيهم ما حسد، أم تدري مرشين، أم هدي المانع بتدي لهم راتب، أم باعوا الدين، ما تدري كيف قصتهم. يدخل لك في التعليقات يقول ما دخلكم من البنية، خلوها تعيش حياتها، لا يعني عجسوا متخلفين. يعني احنا متخلفين علشان احنا بنقول قال الله وقال رسول الله نبقى متخلفين؟ وانت اللي بتقول لي قال مايكل جاكسون انت المتحضر، قالت ليلى علوية انت المتحضر، واحنا اللي بنقول قال الله وقال رسوله وبنتبع الدين والسنة والشريعة. متخلفين، خلونا متخلفين يا أخي. هذه المانع غلطت في كلمتها إنه الحشمة حشمة العقل والجسد عادي. الله ذكر يعني نفت القرآن والشريعة والسنة وكلام الرسول والأحاديث وما أتوا به كله بكلمتها هذه. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. صدق الله العظيم. وهذه لا أهمية الخمار ولبس الخمار والتستر والحشمة في المرأة. قدم الله زوجات النبي وبناته على نساء المؤمنين، وهن رغم أن زوجات النبي أمهات المؤمنين. هذا دليل أهمية الخمار والستر. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في التطيب، يعني شوفوا السبب، يعني تطيب عطر. أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم فوجدوا ريحها فهي زانية. صدق رسول الله. يعني هذا عطر بس، ما بالكم لما تكشف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما عند الحاكم أنه قال لفاطمة يا فاطمة خير للمرأة ألا يراها الرجال. وقال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. صدق الله العظيم. يعني هذا كله مذكور في القرآن والسنة. تجي هذه المانع تقول لي الحشمة حشمة العقل، أقول بلا بطيء.